أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم. معنا الشيخ صالح الدريبي، والحوار هو حول تفاصيل وأسرار مشروعي جزر البندقية وجوهرة الشرق. طيب، قبل ما نسألك عن خفايا كنت وعدتنا عشان تتكلم فيها بالنسبة للموضوع، هل لديك أي تعليقات إضافية حول المستجدات، سواء كان قرار حالة الأمر للمحكمة العليا، أو هل سمعت أن هناك تصريح لوزير العدل أيضا حول الموضوع؟ نعم. هل هناك أي أمر في هذه المستجدات؟ نكمل قبل ما نرجع لتفاصيل الموضوع قديما. هو أنا الأحداث التي جرت خلال السنوات الماضية ذهب عدة سنوات لم نتطرق إليها إلا من خلال الكتابات مع الدوائر الرسمية، وهي مهمة وسوف نذكرها سواء في الحلقة هذه أو الحلقات القادمة. لكن فيما يجري على أرض الواقع من أحداث، أنا حقيقة نعم يهمني بالدرجة الأولى أن أدفع الظلم الذي وقع علي وعلى من معي، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه أن هذه المظلمة وهذه القضية يمكن أن يتم توظيفها من قبل الدولة، يمكن أن يتم توظيفها من قبل كافة الأطراف التي تريد فعلا إصلاحا حقيقيا عمليا، ويمكن أن تنتج تعطي إضافات جيدة في مسيرة الإصلاح التي يسعى لتحقيقها الجميع. لذلك في عنصر هناك طيف واسع حقيقة نسبيا أفسد في هذه القضية من أناس متنفذين في أكثر من جهاز حكومي. هؤلاء أنا كشخص والمساهمين الذين معنا لهم حق أن يتم محاسبة هؤلاء، لكن أيضا المجتمع ككل له حق أن يتم محاسبة هؤلاء، لأن هؤلاء ربما جريمة جزر البندقية قد تكون عند بالذات كبار المتنفذين منهم ربما تكون من أصغر جرائمهم، وأما الصغار منهم كما حصل في مثلا في محكمة جدة أو ما شابه ذلك ربما تكون واحدة، قد تكون واحدة من ربما لها أخريات أنا لا أعلم. لكن لماذا كل ما أريد أن أصل إليه أنه ينبغي ألا يعيش هذه التجربة المرة التي عشتها أنا وآلاف المواطنين، يجب أن لا يعيشها مواطنون آخرون، لأنه ترك هؤلاء وعدم الوقوف مع هذا الأمر بحزم سوف يغريهم بالطبيعة إلى استمرار في هذه المنهجية، وبالتالي سوف يقع ضحايا للظلم كثر، وبالتالي سوف تزداد احتقانات وسوف يزداد إرباكات كثيرة. لذلك لا أظن أنه من الحكمة أنا لا أريد أن أشخصن القضية، هناك بعد شخصي بالطبيعة لكن ليس بعد شخصي من حيث الانتقام. أنا لا أريد أن أتشفى أو أنتقم، أنا لي حق، ظلمت وأريد أن يحاسب من ظلمني، وظلم من معي وأريد وهم يريدون أن يحاسب. لكن أيضا هؤلاء من حق الوطن علينا بكامله أن نستثمر، أن لا تمر هذه الأمور مرور الكرام، لا سيما في مثل الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب السعودي وتعيش الدولة السعودية في ظل الظروف الإقليمية والمحلية. هناك أمور ربما يكون لها تداعيات إذا ترك مثل هذا الأمر. لذلك إن سمحت لي، هناك بيان أصدرته قبل الإعلان عن الحلقات بقليل. هذا البيان من البداية وضحت فيه أهدافي. نعم لي هدف برفع المظلمة عن نفسي، لكن أتمنى بعد أن حرمت المجتمع السعودي حرم من أن تخرج لهم مدينة جزر البندقية ويستفيدوا منها، على أقل تقدير لنوظف جزر البندقية على الشاشة، على أقل تقدير لنوظف جزر البندقية في في محاولة الإصلاح. لذلك إن أذنت لي أقرأ من بعض وأقف معه وقفات سريعة، وإذا تحب تستفسر من أي أمر. لكن
أعتقد أنه يهم المجتمع أن أوصل له بعض الرسائل حتى يستوعب ما الأمر وما هو الهدف من وراءه. أول هذا البيان سميته حتى لا تغرق السفينة، لأنه أنا أنظر للوضع لوطني قبل أن أنظر للمصالح الشخصية. في بدايته قلت لا يخفى على عامة الشعب السعودي كما لا يخفى على كثير من المسؤولين الشرفاء أنه منذ 7 أعوام ومظلمة جزر البندقية تصنع عن سبق إصرار وترصد من قبل متنفذين استغلوا سلطتهم الرسمية في الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية. هذا الأمر بدأ يتضح للناس في الحلقات الماضية، ولكن سوف يتضح عندما تكتمل الحلقات، سوف يتضح أن هذا الكلام يخرج من حقيقة واقعة موثقة. ثم ذكرت في هذا البيان العبارة التي بعدها إن الوثائق الرسمية لمظلمة البندقية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الفساد في أجهزة الدولة بلغ مرحلة من التنظيم المحكم وتوزيع الأدوار المدروس، وأنه آخذ بالتوسع والانتشار لأحكام سيطرته على كافة أجهزة الدولة من خلال إقصاء أهل القوة والأمانة وتمكين الوصوليين الذين لا يملكون من المؤهلات سوى موت ضمائرهم. وقد تجلت هذه الجريمة بأظهر وأبشع صورها في الجهاز القضائي، موقعين بنا وبآلاف المواطنين في جوهرة الشرق أشد أنواع الظلم ومسيئين بذلك لنزاهة القضاء وسمعة الدولة. هنا يا دكتور محمد والأخوة المشاهدين، ما سوف أتكلم عنه لن يكون كلاما مرسلا لا زمام له ولا خطام. أنا أتكلم عن وقائع جرت في مؤسسات الدولة الرسمية لدي عليها كل الوثائق. أنا لم أخرج لأتشفى أو ألقي كلمة لشخص أعتقد أنه أساء إلي. لو وقفت حدود الإساءة عندي ربما تجاوزتها، ولكن أعتقد أنه كان هناك إساءة للدولة ذاتها، إساءة يعني للقضاء السعودي بالذات، إساءة لآلاف المواطنين. ولذلك كل ما سوف أعرضه سوف يكون وفق منهجية موثقة، ومن يرد أسماءهم سوف يرد. أوردنا في هذه الحلقات أسماء كثر نتشرف بمعرفتهم وأثنينا عليهم لأنهم يستحقون الثناء. من أعتقد أنا أنهم ارتكبوا جرائم من خلال استغلالهم لمناصبهم الرسمية سوف أوثق هذا. بما أننا رسميا سنتحدث عن هذه الأمور، احنا تحدثنا عن جزء منها وسنواصل فيها. نعم. أريدك يعني إذا عندك أي إضافة أخرى في البيان، حتى إذا عندك تعليق عن تصريح لوزير العدل. عندي بعد البيان تعليق بسيط، لأنه في بعض النقاط في البيان مهمة جدا. إن الجميع يدرك أن الظلم مرتع وخيم، وأن ضريبة انتشار الفساد لن تكون أبدا محصورة في ضحاياها المباشرين، بل سوف يدفع الضريبة الكل، الدولة والمجتمع. فالعدالة الغائبة لا تنتج سوى وطنا مأزوما يحطم بعضه بعضا. لا شك أن هذه حتمية تاريخية. انتشار الظلم وانتشار الفساد يعني مخرجاته واضحة عبر التاريخ. من يقرأ القرآن بعقل متجرد يرى النتائج، من يقرأ كتب التاريخ يرى النتائج. بل لماذا يعني من يقرأ الواقع خلال فقط السنتين أو السنة فقط الماضية يرى نتائج انتشار الظلم والفساد. ما جرى في مصر وما جرى في تونس وما جرى في ليبيا وما يجري في سوريا كلها يعني شواهد على مخرجات انتشار الظلم والفساد. بل يعني بالنسبة لنا يعني ما قوم صالح عنا ببعيد. يعني الشعوب من حولنا واقعا نقرأه، لم يخرج واقعهم هذا من فراغ، خرج وحصلت هذه التحولات التي نأمل أن توصل في النهاية إلى نتائج مشرقة لهذه الشعوب وللأمة، ولكن لا نتمنى إلى قلت هذه المعاني في كل حلقة. نعم. في كل حلقة من الحلقات يعني اسمح لي أقول لك البيان ليس جديدا، لأنك أنت حدثنا عنه. كل ما سألتك أنا في موضوع حذرت أنت من أسئلة الفساد، وقلت أن قضيتك هي قضية ظلم حصل عليك وفساد تعرضت إليه. الناس سينتظرون مزيد من الأدلة، والمحكمة العليا ستنظر في هذا الأمور وستقدم أدلتك وستقدم أدلة أخرى ضدك. أريد منك تعليق على تصريح وزير العدل، ثم سنتناقش إما أن ندخل القصة اللي أجلناها من المرة السابقة، أو أعطي للمشاهدين فرصة يعلقوا على ما قلته اليوم. جميل. والأخبار اللي نشرتها.
هل لديك شيء فيما يخص تصريح وزير العدل؟ فيه تعليق على تصريح وزير العدل لأنه مبني على هذا البيان، لكن خلاصة البيان هو الفقرة التي وصلت لها. خلاصة البيان، بيانك أنت قصدك؟ خلاصة البيان، لأنه الآن الناس يتابعون الموضوع. طيب ماذا يريد الدريبي؟ وش يبغى؟ يعني طيب إذا خلاص وقف الظلم ورفع للمحكمة العليا، ليش ما يجي يتابع موضوع المحكمة العليا ويقفل لنا موضوع المستقلة أو أي وسيلة إعلامية أخرى ويسكت؟ ليش مستمر؟ هذه الفقرة توضح الهدف، لأن الهدف الآن تجاوز موضوعي الشخصي. أنا حقيقة قلق على ما يجري في بلدي. هناك احتقانات شديدة وهناك أوضاع سيئة. أريد أن يتم توظيف هذه القضية بطريقة تساعد في الإصلاح بطريقة سريعة. العبارة التي يعني تنص على هذا الأمر هي: إن مظلمة البندقية وما وقع ويقع فيها من ظلم وفساد ظهر للعامة والخاصة تعتبر قضية نموذجية وفرصة إصلاحية يمكن من خلالها إعادة إنتاج طريقة الدولة في التعامل مع عصابات الفساد الرسمية، وذلك لحماية استقرار المجتمع والدولة من أخطارها المحدقة بالجميع. ويمكن ترجمة ذلك عمليا بتشكيل لجنة قضائية عليا يجرى من خلالها محاكمة علنية معنا أولا ومع كافة المتورطين من قضاة وغيرهم. وإننا على يقين أن إجراء مثل هذه المحاكمة العلنية سوف تصنع لدى عامة الشعب السعودي ثقة حقيقية في قدرة الدولة على الإصلاح ومحاربة الفساد، كما أننا نجزم أن اتخاذ مثل هذه الخطوة العملية سوف تكبح من جماح تيار الفساد في كافة أجهزة الدولة. هذا هدفي الذي أعتقد ويعني ربما يعني يشاركني في هذا عدد ضخم من الناس. أعتقد أن توظيف مظلمة جزر البندقية وإجراء محاكمة علنية تحضرها وسائل الإعلام وتقدم وتشارك فيها هيئة مكافحة الفساد، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تكون عضو فاعل في هذه المحاكمة التي يجب طبعا أن يتولاها قضاة المحكمة العليا تولي. لا، المحكمة العليا سوف تنظر في قضايا الأموال، لكن نحن الآن أمام أمر جديد. يعني فيه مدانون متنفذون كبار لهم شيء من الحصانة، وفيهم قضاة، وفيهم أناس ربما ليس لهم حصانة مثل الخبراء أو ما شابه ذلك. لا يوجد لدينا آلية الآن في الدولة إلا بقرار سيادي لإنشاء مثل هذه المحاكمة، لأنه إذا نظرنا للقضاة يجب أن يحاكموا من قبل المجلس الأعلى للقضاء. المشكلة التي نواجهها أنه منذ سنوات، ولدي الوثائق التي سوف أكشفها، قدمنا تظلمات وقدمنا طلب تحقيقات، بل سلمت أكثر من 8,000 طلب من المواطنين بهذا الخصوص. المشكلة أن من أهم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء هو التحقيق مع القضاة. في رئاسة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء دائما كنا نصد وتدفن هذه الطلبات، لذلك لا يمكن تحقيق الآن العدالة ولا يمكن يعني تنظيف القضاء من خلال آلية المجلس الأعلى للقضاء. المحكمة العليا هل تستطيع إذا في قاضي أنت ظلمك، هل تستطيع المحكمة العليا أن تستدعيه وأن تحكم؟ ليس من اختصاصها، هو اختصاص المجلس الأعلى. هذه إذا تكلمنا عن القضاة وهم جزء. المجلس الأعلى للقضاء المشكلة أنه يقف سدا منيعا في محاسبة ما قيمة المحكمة العليا؟ المحكمة العليا تراجع أحكام، تتأكد من سلامتها مع أحكام الشريعة إذا نقضتها هذا فيما يخص المال وما يخص الحكم، لكن أتكلم عن التجاوزات لن تنظرها المحكمة العليا. وإذا قلنا فيما يخص القضاة المجلس الأعلى للقضاء، هناك في المجلس من هم متورطون، هناك في المجلس من أصلحوا ومن سعوا للإصلاح وعلى رأسهم رئيس المجلس، ولكن هناك من يسعى إلى عدم التحقيق. قدمنا الأدلة والوثائق على أن هناك إجراما يرتكب من قبل قضاة لم يتم التحقيق معهم، بل يعني للأسف يعني أقولها أنه في آخر لقاء كان لي مع رئيس التفتيش القضائي، وسوف نذكر هذا بالتفصيل، طردني من مكتبه في الطائف، وأنا لا أنتقم، أنا لا أبالي، يعني الموضوع ليس شخصي، لكن لماذا؟ لأني أصر على أن يقوم بواجبه وباختصاصاته في تشكيل لجنة في التحقيق مع من أساءوا،
وفي نهاية المطاف يطردني من مكتبه ويعتبر أن هذا الأمر غير وارد بالنسبة له، وما وردناه رسميا لم يتخذ فيه أي إجراء. فتحقيق وحماية الجهاز القضائي السعودي من خلال الآلية الموجودة، يفترض لو أن الآلية طبقت التي في المجلس يفترض أنها توصلنا لجهاز قضائي حصين ومنزل. لكن الإشكالية التي في هذه القضية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن يعني الخطورة تكمن أن الجهاز القضائي هو يعني هو الحصن النهائي، هو الركيزة النهائية التي تحتمي بها الدولة والمجتمع، فإذا اهتزت فهنا خطر كبير. لذلك من خلال اقترابي من الأحداث ورؤيتي إياها عن كثب وتحصلي على وثائق وأدلة كثيرة، ربما أكون من أكثر الناس استشعارا لحجم الخطر الموجود. ولذلك إذا يعني قضية شوف يعني أي شخص يفكر بطريقة منطقية، إن كان هدفي ماليا فأنا وصلت إلى هدف. الآن صعدني الموضوع إعلاميا، وقفنا الظلم، واثقين بعد هذا الموضوع بعد تدخل الملك ان الموضوع بينصف، انا معي حق، انا واضح واثق تماما، ما عندي شك ان حقي المالي سوف يعود، ما عندي في هذا شك. ولا اخفيك ان كثيرا من الناصحين لي ينظرون من جانب مصالحي الشخصيه فيقولون توقف، كثيرا يقولون لي توقف. ليش؟ يقولون خلاص وصلت الى مرادك. طيب ما هو مرادي؟ مرادي اموالي التي نهبت. زين، المال إذا فيه عدالة سوف تأتيني. أنا المال يعني الذي أخذ مني سوف أنصف فيه بحول الله وبقوته، وليس هو المحرك حقيقة لي، وقد نصصت في البيان عليه. أنا قضيتي أني أستشعر حقيقة أن هناك خطرا كبيرا على الدولة، خطرا كبيرا على المجتمع. يجب أن يتم توظيف هذه القضية حتى يمكن من خلالها تدارك ما يمكن تداركه. قبل أيام قليلة كنت في مناسبة مع بعض النبلاء العرب، فقال لي أحدهم كان يعني يتابع الحلقات، وقال لي إنه بين السعودية وبريطانيا في العدالة مسيرة 2000 عام. فأنا قلت له شوف، وهذه قناعة لازلت أقولها أمام الناس، وهي قناعة أنا يعني مطمئن لها. ليس بيننا وبين عدالة بريطانيا 2000 سنة، بيننا وبينها نية صالحة لوجه الله تعالى، وعمل صادق، وزمن يسير. هذا الذي بيننا وبين تحقيق العدالة، ليس بيننا وبينها 2000 عام. ولذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يعني وجود فساد في أجهزة الدولة أمر مشين وأمر خطير وله تداعياته الكبيرة. لكن إذا تغلغل هذا الأمر وتمكن في أماكن حساسة في الجهاز القضائي، فإن الأمر يعني سوف يكون له تبعات كبيرة جدا. طيب أوكي، إذا أنت تحذر من هذا الشيء ولا ترضيك المحكمة العليا تقول لها لن تكفي لي، ما أقول لا ترضيني، أقول ليس من اختصاصها هي. طيب شو الحل؟ هي سوف تنصفني في موضوع المال. طيب ماشي الحل به المحكمة. أنا الآن إيش قاعد تاني لو كان ملكته ويسمع فيك حيقول لي طيب بس دي عاوز إيه تاني؟ محكمة عليا وديناك محكمة عليا، طيب عاوز إيش تاني؟ أنا أقول لك ماذا أنا الآن دع صالح الدريبي صاحب الأموال. أنا أتكلم مواطن سعودي عاوز إيه تاني؟ أنا أتكلم على أن هذه القضية مليئة بالأدلة والبراهين والوثائق التي تدل على استغلال ذوي نفوذ كبيرين جدا في عدة أجهزة بالفساد. إذا أنا دفع عني الظلم وأخذت أموالي، أنا سوف أنجو يعني بنفسي، لكن إبراء لذمتي ونصحا لولاة أمري ونصحا لهذا الشعب، أنا أرى مخاطر كبيرة جدا. ربما أنت مشغول في وضع لا مش هذا سؤال. افترض أن الملك يسمع فيك دلوقتي وقال لك يا صالح يا دريب يا مواطني عاوز إيه تاني؟ محكمة عليا حنوديك له، اعرض أدلتك على المحكمة العليا، وإذا فيه هم يفتحوا تحقيق حتقول له إيش أنت؟ لا يمكن يقول الملك الكلام، لأن الملك يعرف ما هو اختصاص المحكمة العليا، ما يمكن يرد. بلاش الملك، اي واحد سعودي ثاني واحد يقول لك يا سي صالح يا اخ صالح المحكمه العليا رايح لها ثاني، ايش عاوز؟ قول لنا ايش طلع، اعطينا طلب محدد حتى نعرضه على خادم الحرمين، قول لنا طلب محدد. انا اريد ان يعني
أن يتم إجراء محاكمة علنية معي بغض النظر عن موضوع الأموال، ومع كل من أقول أنهم استغلوا سلطاتهم في الدولة وارتكبوا جرائم. وين؟ في أي محكمة هذا؟ في أي مستوى؟ أعطيني مثال. افترض أنه اليوم يقول لك أوكي موافقين، وين المحامي يقول يروح يقدم الشكوى وين؟ بما أن الذين تورطوا في هذه القضية منهم بعض الوزراء، طيب، ومنهم متنفذون في الجهاز القضائي، طيب، ومنهم متنفذون في وزارة التجارة، ومنهم متنفذون في أكثر من موقع. فين تحب المحكمة؟ لا يوجد محكمة الآن يمكن لها أن تنظر في هؤلاء كلهم. ولا ديوان المظالم؟ ولا ديوان المظالم. طيب وين إذن؟ لابد من صدور أمر سيادي من الملك بإنشاء محاكمة لهؤلاء، أو إذا أردنا أو أنها تحال كل جهة إلى الجهة المختصة، وبالتالي سوف تضيع القضية. لأنه إذا حن القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء، نحن نقول أنه منذ سنوات ونحن نقدم الشكاوى على المجلس الأعلى للقضاء، فليس لك ثقة فيه. مو مسألة النظام، يعني من ناحية نظامية يمكن، لسنا بحاجة إلى تشريعات جديدة. نحن عندنا مشكلة أن من يكلف بالتحقيق مع القضاة يمنع التحقيق معهم. طيب ولذلك أنت تريد تشتكي بالمفتش على الجهاز القضائي، واللي من تشتكيه؟ إذا كان هناك متنفذون على مستوى وزراء، من سوف يحقق معهم؟ قول لي المحكمة عندها عليها سلطة؟ ولا أنا سمعت المحكمة عندها سلطة على أي حد في السعودية في القانون يعني. إذا تقدم، أنا أريد أن أختصر الزمن على ولاة الأمر، وأختصر الزمن على مجتمعي. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسه الشيطان، حتى لا يذاب هذا الموضوع. إذا كل جهة سوف تحقق مع الجهة مع من هو مختص، سوف يتم إذابة الموضوع بشكل كبير، ولن ينتفع البلد يعني بما جرى، ولن يتم استثمار قضية الجزر البندقية بما يجب وما يمكن. هذه القضية يمكن أن تتيح لنا فرصة غير عادية للاستفادة منها. أنا أعتقد أنه يعني من الضروري أن يتفهم خادم الحرمين الشريفين، وأن يدفع بهذا الاتجاه، أن يصدر أمر ملكي بتكوين لجنة قضائية عليا بأمر من الملك، لجنة تحقيق في الموضوع، لجنة تحقيق وتصدر أحكام. هذا زي ما عندنا في بريطانيا. لا عندنا في بريطانيا تتشكل أحيانا لجان تحقيق. مثلا مرة قبل 18 سنة ولد انقتل في حي فقير شعبي أسود، وكان في شك أنه في تواطؤ ربما في القضية وعدم تسيير لها تصرف صحيح، فشكلوا هيئة. هذا الوقت في هيئة دلوقتي شغالة في موضوع الصحافة بسبب التنصت على هواتف بعض المواطنين العاديين، فبيجيبوا قاضي متقاعد مثلا ويكلفوه بلجنة تحقق، واللجنة دي عندها الحق استدعاء الشهود والأطراف المعنية وتحلفهم، يكونوا تحت اليمين. نعم. وممكن إذا ثبتت عليهم مشكلة تحيلها ما هي على المحكمة. هل هذا الشيء اللي تتحدث عنه؟ تحب هيئة مثلا يشكلها الملك تنظر وتنادي الوزير اللي انت عندك معه مشكلة، وتنادي القاضي اللي عندك معه مشكلة، وإذا المحكمة شافت أن فيما يستدعي محاكمة الوزير أو القاضي تحيله للمحكمة؟ أنا أعتقد أنه ضروري أن يفعل دور هيئة مكافحة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. شوف، الآن عندنا في السعودية هناك يعني تضجر كبير جدا من الانتشار الفساد ومن الضريبة التي يدفعها المواطنون بسبب الفساد، وهناك آمال منعقدة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أنا أقول الأستاذ محمد، معالي الأستاذ محمد الشريف يذكر بخير كثير، وأعتقد أن الكوادر كلهم رائعين الذين معه، لكن إذا أردنا أن نكون منصفين، وإذا كانت طموحات المجتمع السعودي والشعب السعودي على أنه من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمكن القضاء بالطريقة التقليدية على الفساد، وأن يعني يزال هذه المشكلة، أعتقد أنهم يرفعون سقف طموحاتهم بطريقة غير واقعية. حقيقة الصورة أن هيئة مكافحة الفساد بالنسبة لواقعنا، حتى لا نخدع أنفسنا، سوف تكون كساقية تلاطم بحرا. لن تستطيع، ولذلك بالطريقة التقليدية لن تستطيع، سوف يمارس عليها ضغوط، وسوف يعني تشل كثيرا من أعمالها. ما أطرحه فكرة عملية، اللي هي خليها مرة أخرى، فكرة عملية. أمامكم رجل يقول لدي وثائق على مسؤولين كبار،
في عدة أجهزة رسمية، أريد أن يصدر أمر بإجراء محاكمة علنية تشرك فيها هيئة مكافحة الفساد تشرف عليها وتكون معلنة للناس، تنقلها وسائل الإعلام السعودية وعلى الهواء مباشرة، أكون أنا أول من يحضر فيها. إن كنت ما أقوله ضد هؤلاء حق، فيجب أن يكفى الوطن والدولة شر هؤلاء، وإن كنت ما أقوله في حقهم ووثائقي لا تدل على إجرامهم، فيجب أن أنال جزائي حتى لا يتجرأ غيري للإساءة لأشخاص تولوا مناصب عامة. طلب واضح جدا. طيب بالنسبة لوزير العدل مرة أخيرة قبل ما ناخذ التليفونات، عندك تعليق عليه؟ يعني شوف، وزير العدل الحالي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى للأمانة يعني صدقا هذا معالي الشيخ لم أقابله شخصيا في حياتي ولم أتعامل معه، لكن هناك عدة معاملات جرت لجزر البندقية بعد أن تولى الوزارة. كان الرجل حيوي ومنصف ونظامي، وعلى رأسها أنه أصدر قرار بعد بيع جزر البندقية بإيقاف التصرف بعقارات جزر البندقية. تقدم وكيل المساهمين له في عدة طلبات. حقيقة يعني كان معالي الشيخ حريص كل الحرص على الاستماع الجيد، وكان يتخذ إجراءات وعموما بالجملة ربما يكون في نظري الشخصي وفيما أعرف، أنا لم أحتك بكل الوزراء ولا أعرفهم، ربما يكون من أكثرهم حيوية وعملية، والرجل يتابع بشخصه وله إيجابيات كبيرة جدا. لكن تيار الفساد أحيانا من مشاكله أنه ربما يورط آخرين لكي يعني يربكوا المشهد. فبعد أنا لاحظ البيان الذي أنا أصدرته صدر بتاريخ كم، وصدر في الصحافة أو في يعني الصحافة الإلكترونية فقط في 14 صفر 14/2/1433 في 14. طبعا تطرق لكافة أجهزة الدولة ونص 17 يوم تقريبا. أيوه لا أكثر يمكن ولا لا، احنا في ثلاث أنت قلت ولا كم؟ عموما في 14 يمكن صح هذا يعني نص شهر وشوي. صح نص شهر 3 أيام يعني هذا في تاريخه 14/2. وتكلمت أنا عن وضع الدولة ككل وكيف يجب أن نستفيد من هذا الأمر، وتطرقت للقضاء. يعني لم يكن الموضوع خاصا في القضاء. بعدها بيومين أصدر تصريحا في تاريخ 16 صفر 16/2 بعدها بيومين كان هناك يبدو وزير العدل الكويتي، وكان في ورشة عمل تخص التدريب القضائي، ثم خرج يعني تصريحا غريبا إلى حد ما. يقول معالي الوزير في أوله وأقحم هذا التصريح في وسط الزحمة، يقول: حذر وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى من أسلوب الإثارة الإعلامية في تناول الموضوعات القضائية، وقال: الإثارة لا تكون على حساب سمعة جهاز العدالة، وإن الكثير مما ينشر في الصحف ضد القضاة يكون كيديا من بعض من حكم عليهم في المحاكم، وإن القاضي مستهدف بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل. وهدد الوزير بعدم ترك ذلك، وقال: سنأخذ بحق القضاة، فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقا عاما لأنه يطول القضاء. وأشار إلى صدور أحكام قضائية صارمة ضد المتجاوزين على القضاة في كثير من دول العالم. ثم رجع وتكلم عن الموضوع بأخرى وقال: وتابع الوزير العدل العيسى حديثه قائلا: ما فائدة نشر موضوع من الموضوعات يتعلق بسمعة أحد منسوبي الجهاز القضائي ما دام الموضوع لم يتحرى عنه من الجهة المختصة، وما موقف من نشر ذلك إذا تحقق أن الأمر ليس على ظاهره. وبين الوزير في إيضاحه أن الوزارة لن تتساهل في أي إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي، وستتولى بنفسها بالأدوات الشرعية والنظامية كافة. يبدو فيه انقطاع في الخبر. وقال من ضمن ما قال: يجب أن لا يتجاوز هذا الأمر حده، وأن لا يوظف بأسلوب يخرج عن إطاره، وأن لا يكون محلا للمزايدة والاستقطاب الإعلامي للقارئ المجرد والمعزول تماما عن تفاصيل الأمور. هنا بس قبل ما تعلق الوزير احتياطا، تفضل. الوزير تكلم عن القارئ
وبعض الصحف، لأنه كان في نقاش في السعودية حول بعض القضاة في مدينة مش حسميها اتهموا بأخذ رشوة. نعم. حتى نقول لك، والموضوع ده كان قبل ما تظهر أنت في المستقلة كان موجود في الساحة الإعلامية ومثار بقوة. جميل. فأنا قبل ما أنت تدخل في مشكلة مع وزير العدل لا لزوم لها لا ندخل في مشكلة لا نقول لك أو في سجال معه لا أو في سجال معه. أعلمك أنه في الصحف السعودية كان في إشكال. أعرف يا دكتور، صدقني أعرف. لا علاقة. شوف الوزير الدقيق تحدث عن صحف وعن قارئ. طيب. فلم يتحدث عن فضائيات ولا عن مشاهد ولا عن إذاعات ومستمع. والقضية دي معروفة، لا أريد أن أعيد لأني عندي تفاصيلها بس ما أريد طرحها لأنه ما فيش لازمة، لأنه فيها أعراض ناس وكذا. فإذا أنا رأي قبل ما تتكلم في هذا الأمر، هذا يتعلق بموضوع في مدينة مشهورة في المملكة، وشخص اتهم وقالوا عليه كتاب وكتبوا عليه كتاب في الأعمدة أنه أخذ رشوة ودافعوا عنه ناس آخرين. فالوزير يتكلم فيها علاقة بهالموضوع. طيب، يقول معالي الوزير في نفس التصريح يقول وإن القاضي مستهدف بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل. زين. ويقول إن مما ينشر في الصحف ضد القضاة يكون كيدية من بعض من حكم عليه. شفت ازاي ينشر في الصحف؟ ما يكون يقصدك. بغض النظر، أنا ليس حديثي عن أنه يخصني أو لا يخصني. أنا أريد أن أقرر حقيقة. طب إيش رأيك قبل ما تكمل على وزير العدل ما يسألش ثانية بس. طيب. ملحوقة. لا لأنه مهمة. أنا ملحوقة بس ملحوقة وزير العدل بس حتى نتأكد، لأنني عندي الورقة متاع الجريدة ما دام أنت تحب تتكلم عنها. لا أريد أن آتي بها لحظة بس. لا أريد أن أدخل في تفاصيلها يا دكتور. أنا أريد أن آتي لك. ودي لو تستوعبني قد تكون فهمتني بالخطأ وأخشى أن يفهم الناس منك ما لم أقصده. أنا يمكن قد أنت فهمتني خطأ. أنت الآن أنا أقول لك الوزير لم يقصدك على الإطلاق، فأنت تريد أن تدخل في سجال مع الوزير. قبل أن تدخل في السجال خليني أجيب لك الورقة سهلة عندي هنا في لا أنا لن أدخل معه في سجال. أنا وليس لدي مشكلة مع معالي الوزير. نعم. زين. أنا لدي مشكلة. جيد. نعم. حتى لا ندخل في أنا أريد أن أتكلم عن نمطية التفكير. طيب ايش رايك طيب إذا لحظة، إذا في ناس كثيرين جدا يحبوا يسألوك عن الأخبار الجديدة اللي عملتها. هذا تعليق. شوف هذا تعليق يعني مستريح، يعني ممكن نعمل اليوم الحلقة الجاية يعني. هو آخر ما لدي يا دكتور. بس لا فاهم. أرجوك سؤال بسيط، لو أجل هذا التعليق لبعض التليفونات هل يحصل تغيير في الوضع؟ سوف يحصل إرباك. سوف يحصل إرباك. يعني أنت حتعلق الآن على الوزير، هل التعليق ده حيأثر في مجريات الملف اللي نحكي فيه؟ دعني. نعم يؤثر. لا ما يأثر. هذا من وجهة نظر. طيب أوكي لحظة بس قبل هذه خليني أتأكد. خليني أطلب من الوزير. خلينا نطلب يا رجل. أنا لن أتكلم عن مدير العلاقات العامة في الوزير. لحظة، سأطلب مدير العلاقات العامة في الوزير يا دكتور محمد ويكون معك على يا دكتور محمد. اطلب. أنا راجح. أنا ليس لي. لا حتى يكون معك في البرنامج إذا حتحكي على الوزير، لأن الوزير يقدر يتكلم. يا أخي إذا تكلمت الوزير بيتكلم شخصيا ما عندي مشكلة فيه. أنا لا يوجد خلاف لي مع وزير العدل. أنت لا تتعجل، لا تظن، لا يعني ربما سبق إلى ذهنك أمرا غير ما أريد أن أقوله، فأخشى من خلال فهمك أن يفهم الوزير أو غيره كلاما لم أريده. طيب أعطيني ترى في دقيقة خلاصة الكلام. عاوز تقول إيش قبل ما لأنه في ناس كثير في التليفونات ما مشكلة يسألوك على كلامك اليوم، يحبوا يسألوك، يحبوا يستوضحوا. أنت لو تركتني أوضح فقط دقيقة يعني هذا الأمر. شوف ضروري أن أعلق على كلام الوزير من حيث المبدأ ومنهجية التفكير. يعني الآن معالي الوزير عندما يطرح هذا الطرح العام وكأن أي انتقاد لأي قاضي مرفوض تماما، يعني أنا لا أشك أن معالي الوزير لا يقول بعصمة القضاة ويعرف أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولا يخفى على معالي الوزير قول النبي عليه الصلاة والسلام قاضيان في النار وقاض في الجنة، وهو خير من يدرك أن هذا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لبيان الجنس وليس لبيان العدد. فربما في زمن من الأزمان صار جنس قضاة الجنة هم السائدون وانتشر على أيديهم العدل وأطبق في الأرض، وربما ساد في زمن من الأزمان قضاة النار، وربما اختلط في بعض الأزمان وهو كحالنا
قضاة يعني من قضاة النار وقضاة من قضاة الجنة. فهي من حيث التقسيم الجنس هذا قد يعني لا يخفى على الوزير أن قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الإطلاق على أنه أي أحد يتطرق للقضاء بس لا هو قال كلام لحظة لا أنا أرد هنا لأني هو غايب. لا هو غايب وأنا موجود. لا اسمح لي لا بلا ثاني. بس الوزير قال لي لا قبل ما تكملها لأنك أنت دخلت في موضوع الأجناس. هو قال ربما يقال عن القاضي كلام باطل يثبت بالأدلة بعد نشره في الإعلام وهتك عرض القاضي كما حصل في القصة اللي قبلها في الخلاف حولها، يثبت لاحقا أن هذا باطل، فتتم الإساءة للقاضي على مرأى ومسمع من ملايين الناس. وبعدين يعني في الدول كلها، وكلام وزير العدل صحيح، في الدول كلها أنت القاضي تشتكيه في جهاز القضاء. طيب إلا إذا القضية اكتملت وجاءوا الناس وجاءوا المحامين وأهل القانون وقالوا أنه في مشكلة في ذلك الحكم، في عيب في يعني، فهو الوزير من حقه أن يدافع عن منسوبيه. ما شوف يا دكتور، وخاصة يتكلم عن كلام جرايده. شوف يا دكتور، قضية معليش ثواني، الوزير الآن يقول أنه في أحكام صدرت كثيرة في العالم على أناس انتقدوا قضاة وأحكام قوية. جيد. طيب نفس الوزير هو يعلم جيد ويتخذ مثلا الوزير أنه لأن هناك أحكام تصدر المتطاولين على القضاة فيجب أن لا يتحدث أحد عن القضاة. هو يعلم أن بلادا كثيرة في العالم أصدرت أحكاما ضد قضاة ثبت فسادهم. صح. هذا لم نسمع عنه في المملكة مع وجود القضاة ومعنا الأدلة على هذا الأمر. دقيقة اسمح لي فقط وقل ما شئت. يعني ربما 30 ثانية يلا 30 ثانية. لا تعطيه الخلاصة لأن كل التليفونات الناس في التليفونات ما تهمني، معلش احترمهم كلهم، لكن ضروري أن أكمل. حتخسر وضعك معاهم لما تقول ما يهمني التليفونات. ما تهمني. حيقولوا لك احنا أمام هذا الأمر أنت لو طب أوكي أنا أعطيك دقيقة، أعطيك 60 ثانية تفضل أنا أسمعك. 60 ثانية في الوزير يلا. والمرة الجاية حجيب معايا مدير العلاقات العامة عشان يكون معك. ما يا عزيزي اسمعني، أنا قدمت بالثناء على الوزير حتى تصل الفكرة بهدوء. واللي هي شيء أنت أربكت الفكرة. بس أربكتها عفوا. قل لي ايش هي الفكرة؟ ما هي الفكرة؟ أنا معتذر على الإرباك لكن ما هي الفكرة؟ هل تتركني أتحدث؟ موافقك بس عندي ما تتركني أتحدث. طب أنا كنت خذ قول الفكرة ايش هي؟ سبحان الله، قلت لك الوزير قال كلام على الجرايد ليس عنك، أنت قلت ظنيته عنك. يا عزيزي أنا لن أتكلم معليش. قل يعني أنت وسع بالك. انظر إلى هذه الساعة أمامك، انظر إليها 7:26. أنا عندي الآن ساعة و10 دقائق وأريد أن أعطي 10 دقائق للمشاهدين، فقلت لك لخص لي الموقف في دقيقة. لو تركتني ألخص الحديث بدل أنا مستمع تفضل. أنا أعطيك 3 دقائق، لخص لي كلام في 3 دقائق 3 دقائق كويس؟ طيب ها غفر الله لك ولك أجمعين يا رب. أنا أريد أن أقول لمعالي الوزير إن في وزارته خلال السنوات الماضية عشرات الوثائق التي تثبت أننا سلمنا وزارة العدل خطابات رسمية بأدلتها على أن هناك سطوا قضائيا أتعرض إليه أنا ومساهمين جزر البندقية وجوهرة الشرق من قبل قضاة، من قبل القاضي الذي نظر القضية في محكمة جدة ومن قبل رئيس المحكمة العامة في جدة، واجتمعت مع الوزير السابق عدة اجتماعات. إذا أنا كنت مصيبا، أنا عرفت أنك أنت ستحول تصريحه العام إلى الشأن الخاص. هذا هو يا شيخ صالح، أنا من الأول فهمت أنت تريد أن تحول أعطيتني 3 دقائق. طب لماذا تحول موضوعه في صحيفة إلى أنا أحتاج تصريحه هذا؟ إذن هذا ملوش علاقة بالتصريح. صدقني اسمعني كلامي، فكر فيها الأسبوع الجاي يوم الجمعة عنا حلقة. أمهل نفسك. يا عزيزي دعني أوصل. حولت الموضوع إلى موضوعك أنت الشخصي. أنا ما خرجت من السعودية لتكتم صوتي يا دكتور. ولا هذا دور المستقلة، ولا هذا دور المستقلة. إن أردت أن أخرج من المستقلة ولا أدخلها ثانية أنا مستعد أن أخرج الآن ولا أدخل المستقلة مرة أخرى. أرجوك لا تربك ما أريد أن أوصله يا دكتور. دعني أكمل ما أريد أن أقوله يا أخي. أنا رجاء يا دكتور، ليس هذه موضوعية المستقلة. كيف تتحدث تصريح عن جريدة؟ يا أخي دع الوزارة تدافع عن نفسها. يا أخي ما يصيرش، الوزارة ما مشكلة، أنت تنتقد الوزارة كما شئت، أنا مش موضوع الانتقاد، انتقدت ما هو أكبر من وزير العدل. إحنا مش خوف على وزير العدل، أنا فقط أقول لك كيف بالمنطق حديث عن جريدة
يا عزيزي تقول انت تدخل وتدخل الكلام عن وضعيتك انت حكيت وقلت انك عندك مشكله مع القضاء ومع المفتش القضائي، هل اعترضت عليك؟ كانت تتكلم في موضوع مباشر وطلبت لجنه تحقيق في الامر. فانا كل ما لاحظته ان هذا المدخل اللي ممكن تتكلم مع وزير العدل بدون تصريحه، تصريحه لا يعني قول انا في اطار قضيتي نحب وزير العدل يقبل مني حقي في انتقاد القضاة مثلا. يعني حبيت اقول لك فقط انه لا رابط بين حديثك هذا وانت قلته سابقا، انت نسيته، يمكن قلته، تكلمت في القضاة انت قبل وتكلمت في المفتش القضائي قبل وزير العدل، هسه كنت تحكي عنه. حبيت اقول لك لا رابط بينه وبين التصريح حتى ما ندخلش. هذا وجهة نظرك، لكن انا وجهة نظري تختلف، ودع مساحة يا اخي اعبر فيها عن رأيي. انت كل هذا ما عبرتش عن رايك؟ لا تقطعني بطريقة كل هذه الحلقات ولم تعبر عن رايك. عبرت وانت مشكور. لا ما تشكرني، ما تشكرني، بس مش لما خالفتك في حاجه. بس راي الاطراف كثيره، وزير العدل هو كمان طرف زيك، زي ما انت لو جا واحد. الجدل هذا اعتقد انه لا يستفيد منه المشاهد ولا نستفيد منه في ايضاح الحقيقه. يا عزيزي هذا الاتجاه وهذا التصريح الذي يقول القضاة حصن لا احد يستطيع ان ينتقدهم، هذا اتجاه خطر على العداله، هذا اتجاه يهدد ميزان العداله. القضاة بشر، القضاة يخطئون ويصيبون. نحن تقدمنا لوزارة العدل، تقدمنا للمجلس الأعلى للقضاء سنوات ونحن نتقدم ونقدم للجهات المختصة، يحامي بعضهم بعضا. الوزير ليس لديه معه مشكلة، لديه من الوثائق ما يثبت أن هناك في المجلس الأعلى في القضاء ووزارة العدل من يحامون عن قضاة فاسدين، ولذلك يعني قضية تزكيتهم بشكل مطلق ليس في مصلحة العدالة، ليس في مصلحة مكانة هذا الرجل النبيل اللي هو الدكتور محمد، الذي أنا قلت لم أرى منه إلا كل خير. أنا أريده يعني أن أقول أنه مؤتمن على قيمة العدالة، ولذلك يجب أن نكون موضوعيين عندما نتكلم عن حصانة القضاة. فيجب أن لا يهدد من يتكلم. أنت تهدد لما يأتي شخص ويخرج فقط للصحافة بدون أي دليل وبدون أن يقع على ظلم، لكن لما شخص يظلم ثم يتقدم إلى وزارة العدل بالأدلة ولا ينصف بل يساوم من وزارة العدل في مرحلة من المراحل ويقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد أن انتقل التفتيش القضائي إليها وتشل كل هذه الأمور، ماذا تريد؟ هذا هز لقيمة العدل. وشوف إذا اهتزت قيمة العدل يعني في السعودية وهي الآن تهتز، فإن هذا هو الذي يصنع الخطر. لذلك هذا معالي الوزير أحسن الظن به ولاة الأمر، وأنا أحسن الظن به وهو محل لإحسان الظن. ولذلك أنا أقول يجب ألا يعني تأخذنا العصبية التي لم يأتي بها شرع ولا كتاب ولا سنة لمجرد أنهم تحزب قضاة. طيب. هؤلاء القضاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب. فكيف إنما أهلك من كان قبلكم إذا يا أخي تقدمنا. ولذلك أنا في بداية الحديث أقول نحتاج محاكمة علنية بأمر من الملك، لأن الأجهزة القضائية مخترقة. طيب. ميزان العدالة يهتز وسوف يسقط الجميع. طيب واضح، شكرا لك. قلت الفكرة. شفت أنت كما ذكرت أنت في آخر حديثك آخر 30 ثانية قلت أن جهاز القضاء مخترق وطلبت محاكمة في هذا الموضوع. فأنت إذا ليس هناك اعتراض على آرائك لأن قلتها من قبل، فقط يبقى مسألة شك هل هذا الكلام الذي قيل بعد يومين من صدور بيانك هو يتعلق بك أو بجريدة؟ أنا أعتقد أنه يعني على كل حال لكنه من حيث لا يشعر الوزير، لكن من حيث لا يشعر الوزير. ولذلك كنت أريد أن أنبهه أن لا يحسن الظن كثيرا بمن يوصونه في قضية العلاقات العامة والتصريحات. أنا كنت أظن أنه الظن في هذه التريث أحسن، لأن الظن في المسائل هذه أحسن من بغض النظر لا مشكلة على كل حال. أي فأنت الكلام من غير التصريح قلته، والتصريح الله أعلم قلت ظن، وسنرى. سأسأل إن شاء الله إن كان الأمر يعنيك أم لا، وإذا أعطونا جواب سأخبر عنه في الحلقة المقبلة إذا كان الأمر متعلقا بك. معنا مكالمة هاتفية من الأخ بندر. أنا أريد من الإخوة المتصلين بسبب أننا أخذنا أكثر الوقت دلوقتي وما عادش عندنا وقت كثير، أريد أسئلة مباشرة للضيف. التعليقات اليوم أرجو من الإخوان يعلقوا في الفيسبوك أو يبعثوا لي رسائل. اللي عنده سؤال مباشر في أقل من دقيقة اسمحوا لي، اللي الأخ صالح الدريبي يتفضل، حتى فرصة الأخ صالح يرد عليه مباشرة. اللي يريد تعليق أعتذر منه مسبقا. الأخ بندر. السلام عليكم. وعليك السلام. تحية طيبة وشكرا لقناة المستقلة لسماحي بالمشاركة. الله يحفظك. سؤالي للدكتور صالح. نعم. دكتور صالح. نعم يسمع بي. هل يعني أبغى يجاوب علي في نفس اللحظة لو سمحت. هو تخصصه في الدكتوراه في إيش؟ عشان عندي كمل السؤال.
كمل السؤال، بس هذا السؤال. هذا هو السؤال. لا عشان اجاوبك يا دكتور، انت دكتوراه. طيب في إيش؟ انا لست بدكتور، ولم اقدم دكتوراه. يعني انا أحب انا مشاركتي، احنا مشكلتنا في بلاد الحرمين امثال الدكتور صالح، من الدكتور؟ الذين يريدون ان يكونوا. نعم، قل الاخ صالح من الدكتور؟ طيب هو ما ادعى ابدا، ما زعم ابدا دكتور. لحظه يا أخي، المجال لحظه. طيب. هو رجل اعمال، هذه ما بدك تنازعوا فيه. طيب رجل الاعمال. نعم. الشيخ صالح. نعم. مشكلتنا احنا في السعوديه انه كل الاخوان هذول امثال الدكتور صالح ومن جماعته يريدون ان يكونوا مليونيرات. يعني انا لو اني مسؤول في الدوله اوجه تهمه للشيخ صالح بانه استغل المال العام واطلع على اسرار الدوله بخصوص البرقيتين اللي من ولي العهد سيدي ولي العهد الى مقام الملك، وهو تسربت لي. أول تحقيق يقدم إليه كيف وصلت له هذه البرقيات. احنا نعاني من أمثالهم، ويأخذوا أموال الناس ويغرروا بهم بمشاريع هم لا يفقهون إدارتها. طيب اسمع، وفي النهاية تحصل المشاكل. أوكي، أنت تقول يغرروا بهم وسربوا برقيات. نعم. وفي النهاية وفي النهاية تحصل مشاكل. كما حتى أنا قلت دقيقة فيها سؤال، تفضل بالتعليق أخي، أنت رد عليها في دقيقتين، دقيقتين، تفضل. يعني أولا الأخ يعني يتهمني بالتغرير والشغلات هذه، لذلك أنا أقول كلام الأخ يجب أن يحظى باهتمام بالغ، وأنا أول من يطالب بالاهتمام به. يجب أن يكون هناك محاكمة علنية، وأن تعرض علي كافة التهم، وأن يعني يحضر إليها كافة المتهمين من كافة أجهزة الدولة، وأن تحضرها التلفزيونات، وأن يظهر كل فريق أدلته وبراهينه، وأن يرى الناس. يا أخي فعلا قد أكون إنسان أسوأ مما يظن الناس أعرف أنه السعودي اللي جاب لك فلوسه بمكتبه وألح عليك تأخذها مغفل أبله مغرر به. ليه؟ لا لحظة بس يا أخي بدر، هذه السؤال اللي أنا محيرني. ليه دائما المواطن يعني معناها وبعدين على فكرة ليه المواطن لحظة، ليه المواطن مغفل؟ هو عارف حسابه. إذا عارف أن صالح الدريبي حيسرق له فلوسه ما يجيبها له. وفي كل الأحوال يا بدر حتى يكونوا موضوعيين، اللي وضعوا فلوسهم في الجزر البندقية جابوا فلوسهم رجعت لهم. اللي وضعوها في سوق الأسهم، أعرف أنا زملائي أو نعرف جتني جوابات هنا، أستاذ جامعي ياخذ 300,000 ريال هي تحويشته كلها، يروح يحطها في الأسهم 10 أيام تبخرت تماما. بس عنده سؤال ثاني، قال لك موضوع البرقيات. طيب بس قبل البرقيات بجيبها، لكن هو يقول اني انا اهدرت المال العام. انا لم اعمل في حياتي في منصب رسمي، ايوه، ولم اتطلع لمنصب رسمي، ولا اعتقد اني اصلح لاي منصب رسمي، اعرف نفسي بنفسي. أيوة. ولذلك ما ادري كيف اهدرت المال العام. يعني هذه انا غفر الله لا. موضوع البرقيات سبق اجبت اليها. انا عشرات الالاف الذين استثمروا معي مساهمون ويثقون بي. لما كانت تصدر الاوامر وكنت لا أعرف شيء، كانوا يحضرونها في مظاريف مغلقة، ولذلك أنا لم أرتكب جريمة. يا أخي هذه ليست أسرار حرب، بل إني أعتقد أنه أي قضية حقوقية ليست قضية أسرية خاصة، وليست قضية أمنية، وليست قضية عسكرية. يعني لا يوجد أي مبرر لعملية السرية. طيب. جيد. في جانب آخر، أنا جواب مختصر بالنسبة للأستاذ بندر. يعني أنا أفترض فيه حسن النية وهو الأصل. جيد. لكني ألاحظ بشكل عام من الناس الذين الآن يعني يتخوفون من نتائج هذه الحلقات وهذا التفاعل الاجتماعي العارم، يحاولون دائما أن يجرونا لمعارك جانبية. عموما شوف، لا أدعي أنه لا يوجد علي أي خطأ. ممكن لا تدعي عصمة. لا أدعي عصمة، وبنفس الوقت يعني ممكن عند المحاكمة ممكن يجرموني ليش أنا أستخدم وأظهر في الإعلام. أنا مستعد لتحمل العقوبة، لكني أخطأت ربما هذا الخطأ إذا وصف لتحقيق مصلحة أكبر، وإذا تحققت المصلحة الأكبر فليعاقبوني كما شاء. يلا إن شاء الله ربنا يكتب الخير إن شاء الله للجميع بإذن الله. تحمل الأسئلة. ها لا بدل أنت تطلق في قنابل في كل حلقة، فأتحمل الأسئلة وتحمل المذيع. ها تحمل الحوار، حكاية مش سهلة. حكايتك بسيطة على كل حال. يلا ناخذ ارسلك على بر بسيطة ولا مو سهلة؟ لا مش سهلة الحكاية، قصدي يعني البر الأحسن. صح عندك حق في هذه. يعني الحكاية بتاعت الموضوع اللي تحكي فيه أنت موضوع ضخم،
إنما عليك أن تتحمل الانتقادات أو تتحمل لا، ما الأسئلة. عندي إشكالية بالانتقادات، لكن لأنها. أتمنى والله أتمنى أن تكون الانتقادات موثقة في محاكمة علنية، لأن المسألة الكلام في الإعلام أخذ ورد يتوه الناس. طيب أوكي، أنت الآن فتحت شغلت الناس كلهم يا راجل. طيب ناخذ المكالمة الثانية. محمد في السعودية، تفضل. السلام عليكم. أهلا أخي محمد. وعليك السلام، تفضل بسؤالك. مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية، وأمسي عليكم وأمسي على الشيخ صالح ولك الدكتور محمد. احنا كمواطنين سعوديين حقيقة لا يوجد أي شك بنية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإحقاق الحق والعدالة في دولتنا حفظ الله ورعاها، ويعلم الجميع من باب السعيد من اعتبر بغيره والتعيس من اعتبر به، ونحن نعلم، وأكبر دليل على ذلك ما قدمه الشيخ صالح من الأوامر التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين حقيقة بإحقاق الحق ووقف كل المهازل أو الظلم في دولتنا، خاصة أن هذه الدولة يتربص بها من الداخل والخارج. وأنا أعلم وأثق ثقة كبيرة جدا بولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بأنه يحق الحق في المسألة هذه. طيب أعطيني سؤال للشيخ صالح. أعطيني سؤال للشيخ صالح. أقول يا شيخ صالح، هو ليس سؤال ولكن أقول اطمئن يا شيخ صالح، سترى الحق بعينك، وحريص خادم الحرمين بالمحاكمة العلنية لجعل هذه الدولة تسير على نظم قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لحمايتها واستمرارها. طيب وجزاكم الله خير ويعطيكم العافية. الله يسلمك أخي محمد. ناخذ معنا اتصال من الأخ الجعفري في الكويت. تفضل يا أخي الجعفري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أبا سامي؟ هلا بس الأخ الجعفري، مرحبا. طيب إن شاء الله. بخير الحمد لله. تحمل أخوك الشيخ صالح معنا. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. طول بالك يا أخوي، طول بالك. هذه حوارات، هذه الحوارات هنا، هذه الحوارات. هذه هي برامجنا، حوارات يا أخوي الله غالب. أنا عارف. شوف أشرف ساعة تحمل أكثر بكثير من الأخ صالح. يا أبو سامي اسمع. إذا يا شيخ صالح إذا ما تمشي على الإدارة اللي ماشي عليها محمد الهاشمي، لا نمشي. صدقني راح ترد القناة 10 سنوات قريب. الرجال ماشي بالحياد الصحيح. أنت تتكلم مخرجات قانونية صحيحة هي، بس بالنسبة للإعلام أنت مو ولعت بالقناة. أنت ما يصير الحكي هذا كذي، يعني عم عطى مجاله ويتكلم وإدارته صحيحة ولا ذكر الله أحد. أنت فاكر آخر المطاف إنه هو اللي راح يحكم لك. هو رجل قاعد يعرض المظالم ويعرض الآراء ويعرض الانتقادات، ويعني الآراء كلها بشكل عام يحيط فيها. الله تحمله وطاوعه عشان نشوف الحلقة الأخيرة. طاوعه. أبشر. طيب يا جعفري. طيب يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الضيف في حكم المضيف. يعني لا الضيف اليوم تمرد. الضيف اليوم قرب يثور ثورة كبيرة. طيب ناخذ معنا الأخ فهد من السعودية. تفضل أخ فهد. السلام عليكم. يا أخ فهد. وعليك السلام. حييك أخ الهاشمي وحيي الأستاذ المحترم صالح الدريدي. الله يحييك. اليوم يا شيخ صالح أدرى بالقضاء الفاسد تكلموا عنك وانتقدوك. اليوم علي سعد الموسى في جريدة وطن السعودية انتقدك. عملاء النظام السعودي عارف القضاء الفاسد. بعدين الملك عبد الله ما شاء الله دائما يمدحون. الملك عبد الله فتح لهم جامعة في جدة في اختلاط ودعارة، ومحمد الهاشمي يعرف الشيء هذا. لا يا فهد وين الدعارة؟ اتق الله. تقول في اختلاط هذا حصل فيه نقاش كبير. اما تقول دعارة هذه تهمة عيب عليك. هذا شرعا ما يصح، شرعا غلط، قانونا غلط هذا الكلام. واما انه انتقد واحد في جريده هو لازم يتحمل. انت تقول كلام عام. انا من لي سنين وانا اسمع. مضبوط، ومش اول مره زي ما قال. صح. فاخ فهد بالله ما تستغلش البرنامج، بالله لا يرضى عليك الاطلاق تهم النوع هذا يعني خارجه عن الحدود المنطقيه والشرعيه والقانونيه. ناخذ معنا المكالمه المواليه وهي من الاخ مين يا توفيق؟ الله يخليك. ولا الاستاذ يوسف؟ محمود ولا عبد الكريم؟ محمد ابو عاده. تفضل يا محمد. اخ محمد تفضل اخي. سؤالك للشيخ صالح مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مساء الخير. مساء الورد. تفضل بالسؤال اخي. وطي صوت التلفزيون. لو تكرمت يا شيخ صالح. تفضل. يعني احنا نبغى يعني توقعك انت يعني ان شاء الله ان يعني القضيه تحل في 16 سنه. هذا واحد. الشيء الاخر،
هل أنت يعني إن شاء الله يعني تعتقد أن كل الأمور إن شاء الله يعني مثبتة فعلا يعني بصكوك، ما في مجال للطعن فيها، ما في وثائق يعني ممكن تكون فيها بعض الثغرات؟ طيب شكرا أخي محمد، تفضل بالجواب شيخ صالح. هو يقول كم تتوقع بالنسبة لموضوع المحكمة العليا؟ أنا ما أعرف يعني حجم الضغط اللي على المحكمة، لكن في ظني انه يعني ان شهر راح تكون جدا كافيه لان ينهي المحكمة العليا الموضوع، لانه يعالج قضيه الاموال وما الاموال، واعتقد انه قضيه لو فرغت لها دائره اسبوعين ربما يكفيها، لانهم احيانا في اليوم الواحد ينهون عده قضايا. فانا اقول كحد اعلى في ظني انا، وانا ما اعرف حجم الضغط اللي عند المحكمه، لكن في ظني ان شهر كافيه لانهاء الموضوع. وبعدين قال في ثغرات. قال لك انت مطمن اوراقك سليمه؟ والله انا لو ماني مطمن كان يعني ما اعتقد اني يعني اطالب بمحاكمه علنيه. انا ما بالقضيه المحكمه العليا، انا القضيه حقيقه ما بعد المحكمه العليا. هل الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ممكن تنفع كاطار جدا لتحقيق مطلبك؟ جدا وجودها جدا مهم، بل اعتقد انه لو يعني صدر امر بالتحقيق عام واشركت فيه الهيئه كمراقب ومتابع لنزاهه هذه المحاكمه، اعتقد انها سوف تصنع ثقه نقله غير عاديه لدى المجتمع السعودي انه فيه فعلا اصلاح حقيقي، وراح يكون اكبر خدمه تقدمها الهيئه ان تدفع بهذا الاتجاه، لانه لو ما ياتي منها، شوف مجرد ما تكسر ترس واحد من تروس الفساد او تبدا بالاقتراب منه اصلا سوف تتحطم اصنام كثيره من اصنام الفساد. هل تستطيع ان تشتكي من تعتبرهم قضاة فاسدين الى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد؟ لا، نظاما لا، إلا إذا على أساس أنا أشوف اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد لا أعرفها، لكن حسب ما أعرف أن الجهة المخولة في التحقيق مع القضاة هي المجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء تقدمنا لهم أنا وأطراف أخرى، ويعني رفضت كل طلباتنا، ولذلك هذه المشكلة أنه الآن في مشكلة كبيرة، نحتاج إلى لجنة قضائية حيادية بعيدة، ويجب أن يحقق مع من منعونا من التحقيق مع القضاة. هناخذ سؤالين اثنين والباقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة يوم الجمعة بإذن الله. معنا على الخط، مددنا في البرنامج عشان تكلمنا كثير، الأخ أبو محمد القحطاني. تفضل أبو محمد. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير أبوي. أهلا يا غالي، مرحبا. أبوي الله لا يهينك، أبغى أكلم الشيخ صالح. يسمع فيك، تفضل يا غالي. أنا أقول الله يعينه، ومهما انظلم وعنده اوراق تثبت وذي، فانا خادم الحرمين الشريفين ان شاء الله انه يسمعه، هو ولي العهد، وان شاء الله يستجيبون دعوته ويلبون طلبه وينصر الله الظالم على المظلوم. ان شاء الله ينصر الله المظلوم. ان شاء الله ينصر الله المظلوم، هذا الظالم يتشدد عليه. لكن اخطا من شده الفرح، تشفى على شده الحماس. لك صح. طيب يا ابو محمد القحطاني، خطه قطع ابو محمد. الاخ حميدي عبد الله، تفضل يا اخ حميد. الو، قطع خطه. خلوهم الى ثمان الاسئله. ما يسال. مساء الخير. يرضيك. تفضل يا اخ حميد. كيف حالك يا شيخنا؟ انا بخير والحمد لله، وانت؟ والله حبيت اسلم على الشيخ صالح واشكره. الله يحييك. والله يقويك. امين واياك. بالنسبة للقضية اللي طرحها الشيخ صالح على مشكلة القضاء، عندنا القضاء فيه عنصرية. نعم، وأنا عندي قضية صار لي من سنوات وأنا رايح جاي واشتكيت على مجلس القضاء ولم أنصف. فحبيت أأكد على نقطة القضاء ومجلس القضاء، والله يقويه. نحن حولها ندندن يعني بكل حديث. بس ايش معنى عنصريه؟ تقول عنصري، ايش معنى عنصريه؟ انا حبيت اقول للشيخ صالح ان عندنا مشكله، يعني ارسلت برقيات ورحت واشتكيت ورئيس المحكمه اللي عندي المشكله فيها لما جيت اشتكي له هددني بالسجن. فما يعني نحجز موعد في المستقله عشان نشرح قضيتنا مثل الشيخ صالح.
احنا ان شاء الله والله ما بنحاول. ادري شو نسوي. اسمع احنا ان شاء الله مستقله صوت المظلومين باذن الله. صوت المظلومين وطالب الحقوق والمصلحين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يقدر هالقناه تكون دائما صوت المظلومين. برنامجك كان ممكن والله نعمل زي كثير من القنوات الاخرى ونشتغل بس في امور ثانيه كثيره، بس احنا نسال الله ان يجعلنا دائما مدافعين عن الحق ان شاء الله والحقيقه باذن الله. شكرا لك. لكن عندك تعليق على كلامه؟ هو يقول عنصريه، انا اعتقد ان كان هذا ما يقصده والا فانا اقصده. اعتقد ان القضيه اللي من احد السمات اللي اصبحت شبه شخصيه في القضاء السعودي هو يعني حميه مطلقه غير منضبطه بضوابط الشرع. يعني الان لو تاتي لاي قاضي وانا اصدقائي واساتذتي ومعلميني واحبابي كثير من القضاة واعرفهم واعرف نزاهتهم، عندما مجرد ما تذكر يعني انتقاد لقاضي تشعر كانه تنتقده هو، كانك تنتقد دين الله. لا، يعني دين الله اكبر بكثير من الاشخاص، ولذلك يعني حتى الفضلاء النزيهين الأمناء يقع في نفوسهم شيء عندما تتكلم عن القضاء. يا أخي يعني هذا الأمر أعتقد أتمنى من باب الحيادية وهم ميزان العدل أن يستوعبوا أنهم في زمن فتن، وأنه يجب أن الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ميد يرجع أداك فرصة. وبعدين عفوا يعني كان عامة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، كان عليه الصلاة والسلام عامة دعائه وهو ساجد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك يعني يجب أن لا نتعصب لصرح القضاء على حساب الحق. طيب. إذا كان هذا على حساب الحق فأصبحنا يعني أصبحنا لا يعني أصبح هذا الأمر خطير. أشرف قرب برنامج خايف يدخل هنا. أعطنا كم سؤال لأنه ما وعدتم بسؤالين زيادة عشان خاطرك. لا، لأنهم هم يتصلون بي ويتواصلون معي يقولون إنه ما تتركون هامش للأسئلة. ومين السبب؟ أنا. طيب أوكي، ناخذ معنا الأخ محسن متزاير وجابه في موضوع توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ محسن. أطيب تحية لك دكتور محمد. أهلا وسهلا بك يا غالي. وللشيخ صالح. مرحبتين. أنا من المتابعين الحقيقة المشهد القضائي في المملكة. مرحبا. وقضية الحرب بين القضاء والإعلام في المملكة العربية السعودية حرب معروفة. ورانا الإشكالية والله أعلم أنه في قضية المهنية لدى الإعلاميين وتشخيص هامش الحرية. يعني مدى يعني سقف النقد لدى الإعلامي بالنسبة للقاضي. فمن قبل كان أسلوب التلقين كانوا القضاة يعني لهم جدار حماية، والآن في ظل انفتاح الإعلامي يعني اختلطت الأمور. سؤالي للشيخ صالح سؤال موجه، يعني هل استفرغ كل الجهود في حل القضايا في إطار يعني الجهات المختصة المتاحة مثل مجلس الوزراء ومجلس القضاء ووزارة العدل، واستفرغ كل الجهود حتى يلجأ للإعلام، أو أنه مباشرة انتقل الإعلام نتيجة يعني أنه ما وجد أذان صاغية لهذا المجال؟ وشكرا جزيلا. في دقيقة جواب. لا، ما أقل من دقيقة. عموما ما سوف يتضح من خلال الحلقات أني طيلة السنوات الماضية وثقت تماما أني أبرأت ذمتي أمام كل مسؤول وطلبت بقيام بواجباته، لكن هناك إخلال يعني سواء في المجلس الأعلى للقضاء. نتكلم نحن الآن يعني قضيتي أكبر من الجهاز القضائي، والجهاز القضائي ترى هو فصل وهو الفصل الأصغر، ولكنه كمسيرة تاريخية هو الفصل الأخطر والأهم، ولا ليس هو الفصل الكبير وليس هو الفصل الطويل وليس هو الفصل المهم. لكن فيما يخص الجهاز القضائي أنا خطاباتي مليئة في وزارة العدل وموثقة في المجلس الأعلى للقضاء، خطابات المواطنين سواء الشخصية أو من خلال وكلائهم، وأمور سوف نستعرضها ونوثقها يعني موثقة. ولذلك أنا أقول المسألة ليست منازلة إعلامية. القضية بالنسبة لي طرحها إعلاميا هي معبر للوصول إلى محاكمة علنية أنا أول من يمثل أمامها. إذا لم تنتج هذا الطرح الإعلامي محاكمة علنية لي ولجميع من أقول عنهم، فأعتقد إن الوطن سوف يخسر كثير، وربما أفقد جزءا كبيرا من تفاؤلي بالمستقبل.
إن شاء الله لكن إن شاء الله نواعي التفاؤل دائما أكبر من التشاؤم إن شاء الله. آخر مداخلة جد المرة هذه من الأخ سمير العمودي في السعودية. تفضل يا سمير. السلام عليكم. وعليك السلام أخي ورحمة الله وبركاته. الله يقويكم على هذا الموضوع والله يصبركم إن شاء الله. آمين. الله يجزي خير. أنا عندي سؤال لك يا شيخ صالح. بخصوص أنا عندي سؤالين. في سؤال يمكن بيكون سهل وهو محور المشكلة اللي هي تصريح أو الإذن أو التصريح بمزاولة هذه الأنشطة إنه تجمع أموال لأجل الدخول بهذه المشاريع. هل في تصريح مسبق كان من قبل الحكومة بحيث إنه تعطي إذن إنه يكون فيها جمع الأموال بطريقة المساهمة هذه؟ هذا السؤال. الشيء الثاني بس أنا عندي كان انتقاد على موضوع لأن أنا من أهل الخبر، وعندي تساؤل وانتقاد في نفس الوقت على موضوع الدعاية المفرطة اللي كانت على مشروع جوهرة الشرق أو البندقية. فكان فيها نوع من الصراحة يعني لا تواخذني الإسراف الزائد، قد هذه أساءت لك من حيث بدايتك في المشروع نفسه. فهذا سوتنا عليها نوع من التساؤل إنه كيف يعني واحد لسه بادئ في المشروع وداخل بهذه الدعاية الغريبة. فهذا اللي حطت نوع من التساؤل. يعني أنا من المساهمين اللي كنت بدخل، لكن حسيت إن فيها نوع من الريسك إنه بيكون بهذه الطريقة، إنه يكون الدعاية فيها إسهاب غريب، وفي الأخير سبحان الله ما استمرت وجاء عليها الأمر بإيقاف المساهمة. فهذه ودي إنك تفيدني في الموضوع باختصار عنك. بالنسبة لموضوع الإذن من الدولة، طبعا أنا عندي مجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري. هذه المجموعة مصرح لها طبعا وزارة التجارة بممارسة الأنشطة العقارية، ومن ضمنها فتح المساهمات العقارية. يعني في تصريح عام لهذا النشاط، لكن عند كل يعني محفظة تريد أن تفتحها لأي مشروع تقدم بطلب خاص وتكمل كامل الطلبات، ثم ترفضك أو تقبلك بأن تفتح بهذا الأمر. حتى لو رفضت مثلا تعطيك تصريح في مشروع معين، هذا لا يهدم وجود كيانك الأساسي، ممكن تقدم فكرة أخرى أو مشروع آخر. فالموضوع هذا ما أعتقد أنه في إشكالية، ولا يمكن لأحد أن يعمل. يعني ما بلغت الأمر لدرجة أن أحد يجمع مثلا مليارات بدون أي يعني هذا إذن قانوني أو بدون لا، هذا غير صحيح. بالنسبة للأخ كلام موضوع الدعاية، وجهة نظر أحترمها، لكن أنا عملت وفق معايير مهنية عالمية. يعني المشروع لما يكون ميزانيته 2 مليار وتخصص من 4 إلى 5% للتسويق، مشروع أصلا عشان تسوقه، يعني عشان تقدر تديره وعشان تقدر تظهره للسطح، مشروع بمليارين، يعني المعايير العالمية من 4 إلى 6% من أي مشروع يقولون يجب أن تصرف في عملية التسويق. في مثل أمريكي يعني، لكن أعتقد أنه لا يطبقه حتى من قاله. يقولون إذا كان معك $10 اصرف 9 في الدعاية ودولار في المنتج. لكن هذا من باب المبالغة الاهتمام. لكن في المعايير العالمية من 4 إلى 6%. حتى الحكومات لما تريد أن تسوق السياحة أو ما شابه ذلك، يعني أعتقد فيما يعني في بعض ما قرأت وكذا أن حكومة دبي من 4 إلى 6% من دخلها تصرف في عملية التسويق لذاتها. هذا تصرف لأنها تدار بعقلية شركة. فاللي قاعد الأخ يعني يتكلم عنه هو في بيئة العقاريين لا يصرفون فيها في الغالب جيد، وأنا ظهرت في طريقة يعني بطريقة أفكر بغير الطريقة التي يفكر فيها كثير من العقاريين. فمشيت على معايير عالمية. لم يألفه الإنفاق على الدعاية والإعلام. لم يكن أحد أصلا يسوي حملة بناء هوية للمشاريع. لم يكن أحد يعمل في معايير كثيرة ما كانت تمارس في السوق. فبما أنه يعني أنا مارستها وربما كنت من أوائل من مارسها، كانت شبه يعني غريبة على ما تعوده المجتمع، ولكنها كمعايير يعني إدارية عالمية. هذه حتيجي يوم الجمعة ولا بطلت؟ إذا سمحت لي. مرحبتين بك. أنا أعتذر منك أمام المشاهدين. أنا على فكرة تأتيني هي تراكمات ضغوط من سنين. يعني بعض الناس يقولون جيد كويس انك ما زلت عايش زين، فانت خير من يقدر، وانا اعتذر لك امام المشاهدين. صافي يا لبن. مشاهدينا الكرام، نلتقي ان شاء الله يوم الجمعه. فحتى ذلك الحين
لا تنسون بإمكانكم التعليق على الحلقة في الفيسبوك وبالإيميل